في أماكن كده كأنها اتولدت وهي شايلة الشر جواها، ناس تدخلها وتختفي، ناس تنام فيها وتصحى وهي مش هي. لكن السؤال المرعب هو ليه الناس بتروح أماكن معروف إنها ملعونة؟ النهاردة هحكي لك عن واحدة من أغرب وأشهر الجرائم اللي اتصورت بالكاميرا ومحدش لحد النهاردة قدر يفسرها. قضية إليسا لام وفندق سيسل في أمريكا. انت ممكن تسأل نفسك دلوقتي وتقولي طالما الفندق ده معروف انه مسكون ومليان جرايم من اول التلاتينات، ليه الناس لسه بتحجز فيه لحد النهاردة؟ السبب بسيط ومخيف في نفس الوقت. اولا، سعره كان رخيص جدا وناس كتير بتسافر بميزانية محدودة، خصوصا الطلبة والناس اللي مسافرة لوحدها. ثانيا، في ناس كتير ما تعرفش تاريخه اصلا ولا حتى بتدور، بتحجز من على النت وخلاص. تالت حاجة والأغرب إن في ناس بقت بتروح الفندق علشان هو مرعب. حب التحدي والمغامرة والرعب خلى المكان ده ترند بين المغامرين. بس اللي حصل مع إليسا لام ما كانش مجرد مغامرة، ده كان آخر رحلة في حياتها وبداية كابوس ما انتهاش لحد النهاردة. في يناير 2013 إليسا لام بنت كندية عندها 21 سنة قررت تعمل رحلة لأمريكا. كانت مبتسمة واجتماعية، نزلت في فندق اسمه سيسل في لوس أنجلوس. الفندق معروف بسمعته السيئة، حصلت فيه حالات قتل وانتحار واختفاءات. بعد ما وصلت إليسا بأسبوع اختفت. أهلها ما عرفوش يتواصلوا معاها والشرطة دورت في كل الفندق، مفيش أثر. بعدها بكام يوم طلع فيديو من كاميرات الأسانسير. الفيديو غريب جدا، إليسا واقفة في الأسانسير بتدوس على كل الزراير مرة واحدة، بتبص بره الأسانسير كأنها شايفة حد، بتخبي نفسها في ركن، وكل ده من غير ما الأسانسير يتحرك. خرجت من الكادر واختفت. من اللحظة دي محدش شافها تاني. الناس اللي شافوا الفيديو الانترنت انفجر نظريات. مين اللي كانت بتكلمه؟ ليه الأسانسير ما اتحركش؟ هل في حد معاها بس مش باين؟ بعد أسبوعين حصلت مفاجأة مرعبة. نزلاء الفندق اشتكوا إن المية لونها غامق وريحتها غريبة. عمال الصيانة طلعوا فوق السطح، فتحوا تانك المية، لقوا جثة إليسا جوه التانك. الجثة محشورة جوه تانك مقفول، والمكان اللي فيه التانك أصلا مش سهل توصله، لازم مفتاح، وسطح الفندق عليه إنذار. إزاي وصلت هناك؟ إزاي دخلت التانك؟ إزاي الكاميرات ما صورتش حد؟ وليه كانت بتتصرف بالشكل الغريب ده في الأسانسير؟ لحد النهاردة محدش عنده إجابة. كل الناس عندها نظريات، بس الحقيقة لسه مستخبية جوه الفندق. هل كانت إليسا بتعاني من حاجة نفسية، ولا في حد قتلها وغطى على الأدلة كلها، ولا الموضوع أعمق من كده بكتير ومش كل حاجة بيكون لها تفسير؟ فندق سيسل لسه فاتح ولسه بيستقبل ناس، بس اللي بيروحوا بيرجع وهو شايل معاه ذكرى، أو ما بيرجعش خالص. يا ترى لو جاتلك فرصة ممكن تروح فندق سيسل؟